البيروتي جمع نجوم مسلسل بنت الشهبندر وغاب عنه أبرز أبطاله قصي خولي وسلافة معمار. فيما حضر نجوم الفن والدراما العربية وأبرزهم فارس الغناء العربي عاصر حلاني. كان المفروض انا اغني الشارع. لما وقعت كونترا وبدأت استعدادي اني امثل بالعراب، قررت انه يغنيها حدا تاني، وانا اقترحت اسم نادر طبعا لانه نادر بيستحق صوت حلو، وحسيت انه حتلبق له يعني، وفعلا هو اداها بشكل كثير حلو. عش الورد ما بينشف بيجرح قلب الصخر الصامي، بيحلي ما عنده دمها الصخر دا يحكي. لا أنا ما نقلت سوريا على لبنان، أنا جبت عيلة شامية بس على لبنان. الحدث هو بلبنان والمكان الأحداث هي بيروت. هلا قصة التمثيل والإخراج يعني أنا بقدر ساويها لأني أنا ممثل بالأساس، فما كانت كثير صعبة علي. يعني حلو إنه يصير هذا الاجتماع بين السوريين واللبنانيين والمصاري، مو غلط. إذا في قاعدة أو في نص بيحمل هذا الشيء فليش لا، ما عندي مشكلة فيه أبدا. أنا بعتقد قصي لعب دور من الأدوار الحلوة كثير، وبعتقد يعني هذا الدور عمله قصي بطريقة كثير منيحة. سلافة صديقتي هي بالنهاية يعني قبل ما تكون مرتي وبعد ما كانت مرتي، بالعكس كان منيح كثير التعامل. سلافة ممثلة ممتازة، أي مخرج بيتمنى إنه تكون معه يعني. صار إذا بدك عند الفنان التيتر بشغلة مهمة وبتتداول بشهر رمضان كل يوم، العالم بصير تعيشها، خاصة لأنها بتحكي عن قصة المسلسل، فبصيروا بيعملوا لينك مع بعض، فتجربة كانت أكثر من رائعة أكيد. مصيري بهالأعمال اختفي، بس برجع، دايما برجع، حتى بغيابه هو حاضر. زيد القلب وما يهوى، بالنهاية هيك الحب ما حدا بيعرف كيف بدق قلب البني آدم، واختفى هذا الحبيب. وهي الكل حدا فينا خاصة اللي عاشر هدول الأجيال بحن بشكل أو بآخر لهي الأيام اللي كانت فيها الناس عايشين بشكل عام بوحدة حال قبل ما يصير حدود أو تقسيم أو إلى آخره. شايف في هارموني كثير لطيف. أول مرة بنجتمع نحن ثلاثة سوا، الجمهور حابه. أنا يعني ملاحظ من خلال وسائل الاتصال الاجتماعية يمكن هي هيك عم تشاء القصص هدول الثلاثيات. ما بعرف إذا فينا تستمر، بس مشاركتي معهم كانت مع قصي وسلافة لطيفة كثير، أنا مبسوط فيها جدا.